اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن تحديث اي او اس 18.1 ار سي، النسخه النهائيه بالنسبه للتحديثات التجريبيه، وهي النسخه القبل الرسميه. النهارده هنعرف كل ايه الجديد وايه الاصلاحات وايه اللي اتغير في التحديث. يلا بينا نخش في الموضوع على طول. طيب، ده تحديث اي او اس 18.1 الار سي، النسخه القبل النهائيه اللي هي القبل الرسميه. طبعا انا نزلت تحديث بحجم 7 جيجا، تحديث ضخم جدا. طبعا الناس اللي محتاجه تحدث للنسخه الرسميه على طول، لو انت مثلا على الاصدار البيتا ومستني النسخه الرسميه، ما تحدثش التحديث الار سي ده، لان انت لو حدثت التحديث ده شكرا كده هتفضل على الار سي، لان الار سي بيبقى النسخه بتعتبر زي النهائيه بالظبط، مفيش اي فروقات، هي بس بتبقى قبليها باسبوع. بالنسبة لو انت مش محتاج تحدث النسخة دي ومستني النسخة الرسمية، انصحك ان انت تخش على الاعدادات والجنرال والسوفت وير وتقفل التحديثات التجريبية وتستنى اليوم 28 عشان ينزل لك التحديث الرسمي لاي او اس 18.1، وبكده هيوصل لك التحديث على طول. انما لو حدثت النسخة دي كده التحديث الرسمي مش هيجي لك، وهيكون ده بديل للرسمي. طبعا التغييرات اللي حصلت في التحديث ده حل مشاكل كتير جدا 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 بخصوص اي او اس 18 او 18.01. حل المشاكل بتاعتهم زي مشكله الريستارت اللي كانت في ايفون 16 وكانت بتواجهني في ايفون 15 برضو، كان الجهاز يعمل ريستارت لوحده، ومشاكل تانية كتير زي السكرين فريز، تلاقي الشاشه وقفت خالص، والتاتش تلاقيه وقف، مشاكل التاتش، غير مشاكل الحراره، التليفون كان بيسخن، ومشاكل البطاريه واستهلاك البطاريه اللي كان بيستنزف جامد، وخصوصا عشان البطاريه اللي بنتكلم فيها، انا اساسا البطاريه بتاعتي وصلت ل 92% بسبب التحديثات التجريبيه دي، والتحديثات بتبقى من اول اي او اس 18. فاي او اس 18 هو حرفيا استقرار البطاريه كان بيدمره، هو دمر لي نسبه البطاريه ليا. فبالنسبه للمشاكل دي ان شاء الله هي اتحسنت واتحلت. بالنسبه للمشاكل بتاعه الحراره والاستهلاك البطاريه والكلام ده كله، كل ده اتحل. وكمان مشكله التصوير، لما كنت بصور ب 4K 60 فريم في الثانيه، كان تلاقي الجهاز بيسخن والحراره بتاعته يعني بتلاقيه تقل وممكن يهنج منك. فكل ده اتحل في الاصدار ده، والاصدار ده تقريبا نزل حل كل المشاكل اللي كانت موجوده في اي او اس 18. بالنسبه للمميزات، احنا طبعا هو مفيش اي مميزات بناء عن الاصدارات البيتا اللي انا شرحت فيها المميزات اللي فاتت، بيتا 1 وبيتا 2 وبيتا 3 لغايه بيتا 7، ونزل الار سي بعدها. فهو ده مجرد تحديث للاصلاحات لغايه ما ينزل الاي او اس 18.1 الرسمي، وهيكون ده فيه تغطيه كامله لمميزات الذكاء الاصطناعي لوحدها، اللي هتكون شامله الايفون 15 برو والبرو ماكس وال16 وال16 بلس وسلسله ال16 كلها عامه، والايفونات القديمه اللي هي من ايفون 15 و15 بلس وانت نازل، دي هيكون المميزات الاساسيه للتحديث نفسه. يعني بدون الذكاء دي برضه هنشرحها بشكل منفصل عشان نعرف الموديلات القديمه هيكون فيها ايه والموديلات الحديثه هيكون فيها ايه. بس هو عامة الفاصل ما بين الموديلات دي والموديلات دي الذكاء الاصطناعي، الاي اي. فالابل انتليجنت مقتصر بس على الايفون 15 برو برو ماكس وسلسلة 16. باقي المميزات اللي هي الاساسيه اللي في التحديث هتكون نازله لكل الموبايلات، ومن ضمنهم التسجيل، المكالمات والكلام ده كله. طيب، تعالى نعمل فلاش باك للمميزات اللي احنا قلناها قبل كده، اللي هي للايفونات كلها عامه، القديمه والجديده. نبعد عن الذكاء الاصطناعي دلوقتي. احنا بنتكلم ان المميزات الاساسيه كان زي الكنترول سنتر. احنا عندنا الكنترول سنتر دلوقتي تقدر تضيف الويدجت بتاعه الواي فاي والاير دروب والكلام ده كله، تقدر تضيفه بشكل منفصل. وكمان الاضافات الجديده اللي دخلت في الكنترول سنتر، وتقدر تخصص الكنترول سنتر زي ما انت عايز. وكمان تقدر تعمل ريسيت للكنترول سنتر، ان انت لو دخلت على الاعدادات ودخلت على الكنترول سنتر تقدر تعمل ريسيت للاعدادات دي كلها، ويعمل لك اعاده تعيين للكنترول سنتر زي الوضع الافتراضي اللي كان عليه. تمام. تمام. برضو من المميزات اللي نزلت تسجيل المكالمات. تسجيل المكالمات طبعا بقى متاح لجميع الايفونات من اول ايفون اكس ار وانت طالع لايفون 16، عكس اللي كان متوقع اللي هو مقتصر على ايفون 15 برو برو ماكس و16 فقط.
دلوقتي نازل لجميع التليفونات. تمام. برضو ميزه المسج ار سي اس، دي ميزه نازله بس دي مقتصره على الشبكه الاتصال اللي انت الشريحه بتاعتك. لو الشبكه بتدعم الار سي اس الميزه دي هتكون مضافه عندك. انا طبعا الميزه دي مش موجوده على الشبكه بتاعتي فمش هلاقيها عندي في الاعدادات. برضو المزايا اللي ضافت في التحديث ده ان انت تقدر تعمل ايقاف مؤقت للفيديو زي ما احنا شايفين، نقدر نوقف الفيديو ونقدر نكمل استكمال للتصوير. وكمان ضاف ميزه اسمها التصوير المكاني اللي هي سبيتشال، دي تقدر تصور لنظاره ابل. دي بتصور تصوير لازم تكون على وضعيه اللاندسكيب زي ما احنا شايفين عشان يبدا يصور سواء صوره او فيديو، وبتقدر تصور للابل فيجن برو بتاعتك. برضو من المزايا اللي اتضافت النوتيفيكيشن زي ما انت شايف كده، هو عاد لك تصميم الاشعارات وظهر لك عدد الاشعارات لكل تطبيق. برضو من المزايا المهمه في التحديث دي ان انت لو عندك اغاني على الابل ميوزك او مشترك في اشتراك الابل ميوزك تقدر تعمل شير للساوند بتاعتك اللي على الابل ميوزك على التيك توك، وانت كده معاك الحقوق بتاعتها. تقدر تعمل شير، دوس 3 نقط مور وبتنزل بتلاقي تيك توك، تقدر تشير الاغنيه على التيك توك، وبكده تقدر تستخدم الاغنيه دي في التيك توك كنوع من انواع الريلز بقى. وبرده من الميزه اللي اتضافت في التحديث ده محاكاه الايفون للاي ماك. يعني لو عندك جهاز اي ماك او ماك او ماك بوك او اي جهاز لابتوب بتاع ابل تقدر تعمل شير للسكرين دي، تعمل محاكاه بالظبط للايفون. يعني تقدر تتحكم في الايفون حتى لو هو مقفول كده وسايبه مثلا في حته معينه وانت عندك جهاز الاي ماك في مثلا لو التليفون بتاعك مثلا في الاوضه الثانيه وانت في الاوضه او في الصاله مثلا وقاعد على ماك، تقدر تفتح جهاز الايفون وانت قاعد على الاي ماك وتعمل محاكاه وتدخل الباسورد، تقدر تشغل التطبيق تيك توك وتفتح التليفون اكنه في ايدك بالظبط عن طريق الاي ماك. فده ميزه جميله جدا وميزه رهيبه اضافت في التحديث ده. برضو تقدر تختار تتصل بشريحه او شريحتين بالنسبه لل خانه الاتصال. يعني مثلا لو انت كتبت رقم معين مثلا وهتلاقي هنا بيظهر لك انا التليفون بتاعي بشريحه واحده فمش ظاهر عندي الخيار ده، فبتلاقي هنا خيار ظهر لك تقدر تختار السيم 1 ولا السيم 2، فبتختار بناء على الشريحتين اللي انت ضايفهم في الجهاز تتصل بأنهي الشريحه. وبكده دي يعني معظم او اهم المزايا اللي اتضافت في التحديث كتوتال بقى للاجهزه كلها، للايفونات من اول ايفون اكس ار وانت طالع. فكل المزايا اللي انا بتكلم فيها دي موجوده من اول الايفون اكس ار. فبكده كون لخصت المزايا اللي بتكون الاساسيه اللي في التحديث بعيدا عن الذكاء الاصطناعي. لو جينا بقى نتكلم في الذكاء الاصطناعي، انت بتتكلم في الذكاء الاصطناعي ان هو يعني هو ذكاء اصطناعي برضو نزل بس مش بطريقه كامله او مش كامل لسه. انت يعتبر عندك الشكل بتاع سيري بس هو مش ذكاء اصطناعي في نفس الوقت، هو كل ده انيميشن واشكال بس. الذكاء الاصطناعي هيكتمل في اي او اس 18.4 ده في شهر 3 2025. كل ده لسه بيبنوا الذكاء الاصطناعي داخل الايفون. فانت مثلا من مميزات الذكاء الاصطناعي احنا لو دخلنا هنا ان هو بيقتصر فقط على اللغه الاجنبيه. يعني مثلا لو دخلنا على السيتنج ودخلنا هنلاقي الابل انتليجنت ما يعني لازم تكون اللغه بتاعتك اجنبيه ودوله امريكيه. يعني لو ما عملتش اللغه اجنبيه ودوله امريكيه الذكاء الاصطناعي الابل انتليجنت مش هتلاقيه متوفر عندك. ده بالنسبه للايفون 15 برو ماكس وسلسله ال 16 كلها. المزايا برضو اللي اتضافت في الذكاء الاصطناعي ان لو دخلت هنا على اي صوره وعملت كده ودوست على الثلاث تعديل الصوره مثلا ودوسنا على كلين اب هتقدر تمسح اي جزء من الصوره. لو دوست مثلا على اي جزء في الصوره كده عايز اشيل الجزئيه دي مثلا شويه الكلام ده هيقدر يشيل لي الجزئيه دي كلها. زي ما احنا شايفين هيبقى في اخطاء بس انت لو يعني حولت تاني هتلاقيه كل ده اتشال وهيبقى زي الباك جراوند. يعني مثلا لو فضلنا نحاول كده هيشيل لي زي ما احنا شايفين شال لي اي اضافه في الصوره انت محتاج تشيلها بيقدر يعدل لك عليها. دي من المزايا المهمه اللي نزلت في الذكاء الاصطناعي بالنسبه لابل انتليجنت في اي او اس 18.1. وعندك كمان سيري وشكل سيري وهي بقت اذكى في الردود شويه. وعندك كمان اسك سيري تقدر تسالها عن اي حاجه. مثلا لو قلت لها اوبن مثلا فيسبوك هتلاقيها بتديك اقتراحات. اي سؤال عايز تساله لسيري تقدر تساله تدوس 3 ضغطات
تحت الشاشه خالص هنا بتدوس 3 ضغطات كده بيظهر لك الواجهه دي وبتكتب اللي انت عايزه. غير كده ان سيري بدات تتفاعل مع الشاشه بعكس الاول، ان انت مثلا لو عندك اغنيه معينه عايز تعرف اسمها ايه كنت المفروض تجيب موبايل تاني وتسمعه، انما لو في اغنيه مشغلها وعايز تسال سيري والتليفون نفسه مشغل الاغنيه تساله ايه الاغنيه دي، يقدر دلوقتي يشغل لك سيري وفي نفس الوقت يسمع الاغنيه اللي جوه الجهاز. برضو عندنا في مزايا الذكاء الاصطناعي عندك في تطبيق المسج نزل فيه تلخيص الرسائل، وتطبيق الميل نزل برضو فيه تلخيص الرسائل وسمارت ريبلاي والكلام ده كله. لسه كل ده على الهادي، ولسه يعني مميزات الذكاء الاصطناعي دي يعني لسه دي البدايه. لسه ما ينزل اي او اس 18.2 والسيري تبقى اذكى شويه، واي او اس 18.3 ده هيبقى فيه شات جي بي تي والكلام ده كله، واي او اس 18.4 ده بقى هيكون شامل الذكاء الاصطناعي كله. نتكلم بقى على اللغات العربيه والكلام ده كله، ما تحددش ميعاد معين للغه العربيه. بالنسبه للغه الاجنبيه الثانيه زي الدول الاوروبيه في اول 25، وبالنسبه للغه الثالثه اللي هي زي بتاعت الصين واليابان والكلام ده كله انت بتتكلم في 2000 اخر 2025. يعني في اي او اس 19 تقريبا هيكون، او اخر اي او اس 18 هيكون الذكاء الاصطناعي نزل لجميع اللغات الاجنبيه. اللغه العربيه مش مقرر ليها ميعاد معين لغايه دلوقتي، ما نعرفش هتضاف امتى. بس هو ده كل اللي كان في الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتكتب كومنت تقول ايه اكتر ميزه عجبتك وايه المشاكل اللي ظهرت معاك وانا هرد عليك. واشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.